يتنافس عليه، وهو نهائي كأس الجزائر أمام الجار شباب الوزداد. ومن دون شك ستكون عرس حقيقي للكرة الجزائرية بين فريقين كبيرين من أجل التتويج بكأس الجزائر وخلافات جمعية الشرف التي حملت لقب الموسم الماضي. قلت لحظات وتنطلق هذه المباراة بقيادة أوكيل مهدي 30 سنة. طبعا آخر مباراة لأوكيل مهدي كانت مباراة مولودية وهران ووفاق سطيف في الرابطة المحترفة التي لعبت منذ أيام. القبائل بعد هذه الكرة، مولودية الجزائر تحاول الضغط منذ البداية داخل منطقة العمليات. الشبيبة مع الله يمرر الخطوة على الجهة اليسرى داخل منطقة العمليات، تبقى لمعمري حاول التوزيع لكن التغطية طاهر فتح الله. حميدي ينجح في المراوغة إلى الركنية، واحد معروف بالارتقاء الجيد. ترفع هذه الكرة وتدخل الحارس بكيسة لرفقة بركان على الجهة اليمنى أبو عالية، لكن عودة موفقة وسريع آخر قدم الإضافة اللازمة لفريق مولودية الجزائر في هذا الموسم. الكرة تلعب بسرعة، توزيع القائمة الثانية والهدف الأول عن طريق بركان رضوان في القائمة الثانية يستقبل هذه الكرة مباشرة براسية إلى داخل الإطار. تيم أسامة يستسلم للأمر الواقع. إذن محاولة أو أول محاولة جادة بركان يستغلها على أكمل وجه، مسجلا الهدف الأول في هذه المباراة في هذه الدقيقة 7. إذن بركان رضوان، شوف هذه التوزيع القائمة الثانية. بركان طبعا بعد نقدر نقول خطأ في المراقبة والمتابعة الجيدة من بركان يفتتح باب التسجيل لصالح شبيبة القبائل في هذه الدقيقة 7. إذن هدف مقابل 0 بعد تمريرة من كسيلة بوعالية. إذن بركان يفتتح باب التسجيل لصالح شبيبة القبائل. جيدة بين عناصر ورفقة. قتل أسامة اللي عنده الكرة، توزيعة لكنها سهلة. حميدي ينجح في المراوغة على الجهة اليمنى، حميدي يوزع لكن القائم الأول تبقى الخطورة قائمة. طاهر فتح الله غير ذكية، هذه الكرة ذكية رأسية وتدخل الدفاع. دائما في انتظار تنفيذ هذه الكرة داخل منطقة عملية، تنفذ داخل منطقة عملية القائم الأول. الهداف بركان طاهر فتح الله هذه الكرة أو تغيير جهة اللاعب. والآن طاهر فتح الله ضيع هذه الكرة. شوف تغيير جهة اللعب، تمريرة ذكية في وضعية مناسبة، لكن نقول الوضعية وضعية الجسم بالنسبة لطاهر فتح الله لا تسمح وإنشاء وإنجاز الملاعب الأخرى المتبقية، وعليه فإن الأمر يفترض أن يكون بسرعة. آدم رجم يسعد هذه الكرة، المراوغة. آدم رجم يوصل على الكرة، يتوغل، يدخل داخل منطقة العمليات، لكن اليسرى ينتظر كثيرا. طاهر فتح الله يمرر، لكن كرة مقروءة مفهومة بالنسبة لدفاع الشبيبة. يمرر تبتيد جديدة قوية أرضية مخادعة، لكن خبرة وإمكانيات رحماني شمس الدين كانتا في الموعد. محاولة التسديد من ثابت العربي لمخادعة الحارس رحماني شمس الدين، لكن مطمح للعديد من النوادي سواء داخل أو خارج الوطن. لكن هذا الموسم وما مر بفترات متباينة مما جعل قبائل وقي ويلا وقت تعود مرة ثانية. اللاعب فعلا زكريا نعيجي
إلى حليمية، حليمية يوزع وتدخل الدفاع عن طريق، بينما هذه الكرة دائما هادئة فيما عدا لقطة الهدف. طاهر فتح الله توزيع لكن متابعة، يجي يطلب الكرة لكن حليمية يفضل ثابتي العربي يراوغ تبادل الكروي الثنائي مع جدار مكون من 4 لاعبين. طبعا 4 دقائق وقت بديل ستضاف. زكريا نعيجي فضاعت عليه وعلى المولودية. شوف اللقطة المعادة عيدة فوق إطار الحميدي. ثابتي ذكية هذه التمريرة، تيشا حميدي الصراع يتواصل. الجزائر بهدف دون صفر دون مقابل منذ الدقيقة 7 بواسطة بركان رضوان. ألقاكم سيداتي سادتي مع بداية المرحلة الثانية. تنطلق المرحلة الثانية من جانب عناصر الشبيبة. سلسلة من المراوغات، مراوغة أخرى، تبقى الكرة لعناصر الشبيبة، ثم هذه الكرة بين مواقي والتوزيع لكنها طويلة. هناك على الجهة اليمنى حميدي كمال لكن التغطية موجودة داخل منطقة العمليات لكن الكرة ما توصلش لبايزيد. تبقى الخطورة قائمة. حسن خوجة إلى حميدي، حسن خوجة ينجح فيها المراوغة، يتوغل داخل منطقة العمليات. هذه كرة ماتوتي إلى قتال، تخرج الكرة تبقى داخل أو دخل، وكان الثاني، كاد يكون الهدف الثاني. آدم مرجم يغير جهة اللعب. ماتوتي يستلم هذه الكرة، يبحث عن التسديد لكن تدخل موفق. تبقى الخطورة قائمة عن طريق حميدي. حميدي يوزع، تبقى الكرة ربما محاولة تسديد من بعيد من حسن خوجة لكن المتابعة وكادت أن تغالط الحارس لتيم أسامة لحسن حظه أنها كانت خارج الإطار. شوف المتابعة للكرة بعيدة على بركان، شوف التوغل لكنها مري. زكريا نعيجي غير هذه الكرة ومباشرة إلى ماتوتي وحيدا على الجهة اليمنى بالنسبة لهجوم شبيبة القبائل، يبحث عن وضعية مناسبة ولو أنه الأفضلية كانت. شوف ماتوتي مد أو سلم كرة وضع كرة في المستوى والمراوغة أيضا، لكن المتابعة كانت دقيقة من جانب الحارس. عمري سريع على الجهة اليسرى يوزع، فيش متابعة. مرزوقي نعيجي مع 1 لواحد. نعيجي يبحث عن حال والتسديدة القوية مناسبة للتسجيل لكنها كانت فقط مناسبة للتسديد ما دام أن الكرة جانبت القائم الأيمن للتغطية، لكن الحكم وما فيش خطأ. تمريرة ماتوتي وضيع الثاني. ماتوتي ضيع الثاني. هاي وصلت الكرة وما انتظر كثيرا حتى تسديدته لم تكن في الإطار، وبالتالي التدخل كان موفق أيضا من الحارس للتيم. كان مرزوقي تمكنش من هذه الكرة، ركلة جزاء امام احتجاجات لاعبي شبيبة القبائل. اللاعب لعب الكرة لكن كانت فيها عرقلة. البطاقة الحمراء عمريش هو غل داخل منطقة عمليات. لا ربما صعب الحكم على هذه اللقطة. شوف من زاوية أخرى في هذا الاحتكاك ربما ضربة جزاء من خلال
مرزوقي إذا يتأهب لتنفيذ هذه الكرة. مرزوقي يتقدم، يسدد، يسجل، يعدل. إذا مرزوقي يعدل النتيجة ويعيد المباراة إلى بدايتها مع إجراء تغيير آخر من جانب شبيبة القبائل. قلت إذا مرزوقي يسجل هدف التعادل في هذه الدقيقة 84. مرزوقي كورته في جهة وفي وسط المرمى طبعا، ورحماني في الجهة المقابلة. إذا مرزوقي ينجح في معادلة النتيجة في هذه الدقيقة 84 من المرحلة الثانية.